يا الله، مساء الخير، مساء العافية على الجميع. هاي مثل ما تشوفون الفرخات بدينا نحرك بيها شوي شوي، بس شنو ما نقدر نضغط عليها. شوي شوي تحركها حتى شنو الفرخات تبدي تقوي بجناحها. هاي مثل ما تشوفون هسه قدامكم الطيور بعدها ما ملتمة، والطيور جاي تتحرك شوية شوية. الحمد لله والشكر. طبعا هاي اول داير الها الطيور، مثل ما قلنا لكم شوية شوية نبدي نحرك بالفرخات، لان الفرخات بعد هي جديدة على المكان، بعد هي ما متعودة. الحمد لله والشكر، هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. مثل ما قلنا لكم ما ضغطنا على الفرخة، خلينا الفرخة براحتها، خليناها تشبع دشار، وشوية شوية بدينا نحرك بيها. شوية شوي بدينا نحرك بيها. بس أهم شي يا حبيبي لا تضغط على الفرخة، ابدي حرك بيها شوي شوي، يعني دايرين ثلاثة ونزلها، وارجع وراها دايرين ثلاثة ونزلها لحد ما يقوى جناح الفرخة عندك. الفرخة كانت على الدشر بس على مود شنو الفرخة تعاين على مكانها وكانت تلعب على الدشر، بس انت من راح تكشها بالبداية، يعني لا تضغط عليها، شوي شوي حرك بيها حتى الفرخة ما تتعب عندك وتوقع، لان تعرف انت الفرخات ولايف، ومن راح يبدي مثلا يوقع واحد على غير بيت راح يحطن وراه فد اثنين ثلاثة حتى تخلص من هاي الفقرة، حتى ما يقوم يحطن على غير بيت، لين تعرف انت الفرخ من هو صغير يتعب وبعد ما متعود على المطيار، فمرات يحط على غير بيت حتى تخلص من هاي الشغلة وتريح بالك. بس شنو لا تضغط عليها، ابدي حرك بيها شوية شوية، وراح تشوف الفرخة شلون راح تصير عندك. مثل ما شفتوا هسه قدامكم حركنا الفرخات شوية حتى الفرخة يبدي جناحها يقوى، يعني نقدر نقول بدينا نلاشي بيها، بدينا نلاعب بالفرخة. الحمد لله والشكر الفرخة جناحها حلو، بس شنو يراد لها استمرار. مثل ما قلنا لكم خليناها على الدشر فترة، والفرخات عاينت على مكانها وحفظت مكانها، يعني مثل ما تشوفون هسه ممطارد قدامكم. صح الفرخات بعد ما ملتمة لان هذا اول داير الها، بس رغم ذلك الطيور حفظت مكان المحطاط مالها. الحمد لله والشكر. شوي شوي هي الفرخات، وان شاء الله باقين وياكم على مود ما توقع في الخطأ يا حبيبي. تحياتي لكم.